حادث الطعن لأربع أطفال في حي بنسنهurst في بروكلين في نيويورك. حدثت اليوم صباحا الساعة 10:30. الحادثة حدثت في بيت كان فيه أطفال، ودخل هذا الرجل هو في نهاية الأربعينيات من عمره، ويحمل قطاعة لحمة في إيده، ودخل على المنزل وقام بالاعتداء على أربع أطفال بالطعن والضرب طبعا بهذه القطاعة. الآن في طفلة موجودة في البيت عمرها 11 سنة، هربت وأغلقت باب الغرفة عليها، واستطاعت أن تكلم الشرطة على رقم 911. ولكن المشكلة في المكالمة أن الطفلة لا تعرف عنوان المنزل. الآن موظفة الاستعلامات في ال 911 ارتبكت، ولكنها استطاعت تحديد العنوان عن طريق استخدام الجي بي اس، بربط المكالمة بالجي بي اس، وبالفعل تم تحديد المنزل. وصلت الشرطة بخلال دقائق، وكان هناك طفل يلعب خارج المنزل، يعني هارب من هذا الذعر الذي شافوه داخل المنزل، وقام بإيصال الشرطة إلى باب الشقة في داخل هذا البناء أو المنزل. وبالفعل كانوا سمعوا صوت الصراخ وفتحوا الباب، كسروا الباب ودخلوا، وجدوا هذا الشخص يحمل هذه القطاعة والدماء في كل مكان. أمروه بإسقاط هذا السلاح الأبيض أو القطاعة، لكنه رفض وهجم عليهم، مما يعني حدا بهم إلى يعني إطلاق النار عليه 7 مرات وإصابته. وقاموا بنقل طبعا الأطفال المصابين الأربعة عمرهم من 8 سنوات إلى 16 سنة، ونقل هذا الشخص عمره 49 سنة إلى المستشفى، وحالتهم يعني الآن يعني كما يكون مستقرة. الآن يقولون أن هذا الرجل الذي تم إطلاق النار عليه هو قريب الأطفال، يعني يعتقدوا أنه عم الأطفال الأربعة، ويعاني من حالة نفسية أو اضطرابات نفسية، مما أدى به إلى عمل هذه الجريمة الشنيعة. الآن اللي حدث لولا تدخل هذه الطفلة عمرها 11 سنة والمكالمة التي قامت بها ل 911، ويعني تحديد عنوان المنزل عن طريق الجي بي اس، لكانت الكارثة قد حصلت بهؤلاء الأربع أطفال داخل هذا المنزل. وهذا الشخص كان يمكن مصاب بحالة هستيرية، وكان يستخدم يعني قطاعة لحم للاعتداء عليهم، لكن الله ستر، والأطفال يعتقد أنهم حالتهم يعني ليست في خطر كبير، وممكن أن يعني تتحسن وضعهم. والشخص أيضا مع أنه أطلق عليه 7 رصاصات لكنه لم يتوفى، وهو موجود حاليا في المستشفى.